لازم يطلع أي سبب عشان يهوش. وجاهك اليوم اللي رحنا لما السوق وحنا راجعين قلت له الله يعافيك نبي خبز ولبن ونطبي ورا تو تتحتين ورا ما قلتي قبل. قلت له يا ابن الحلال هذه هي البقالة، ويجي بيلبق قدام البقالة إلا جاء رجال ولبق بمكانه وحمق. قال له هالحين ما يشوفني بلبق، وينزل ويطق شنطة سيارته. اطلع انا بلبق ويا الكلب. نزل ولد جذع قال له معليش يعني تبي نطلع اطلع، ورجلي نفخ عليه هي اطلع لا تحسب اني بقول لا. قال له دبشر يا عم، ويرد عليه حامي حمت عينك. الولد يولي ركب سيارته وطلع، ورجلي الى الحين يتلفظ عليه ما اسكت. جاء الولد وعصب، ورجلي يقول له وش خير وش تناظر بخ بعيونك يلا انزلع. حمق الولد ونزل من سيارته وقال يعني خلاص اسكت هاي انا طلعت. جاء رجل زين دفى الولد وانا وعيالي توحشنا. جاء هالولد شال رجلي وجذع بالبسطة زبالة الزبالة الكبيرة حقت البقالة، وركب سيارة وراه ورجلي يويت ويتف ويهوش. انا مسكت راسي وغمضت عيوني وعيالي ماتوا من الضحك وينط من الصندوق الاصفر الكبير ويجي يركب. ورحنا من البيت وما شرينا خبز ما شرينا خبز ولبن. ومن هاك اليوم وهو مسكت والحمد لله، يعني ما عمره نفاخ ولا هاوش علينا وفقدنا صياحه ولجته وصار محترم. ودي ألقى هاك الشاب واشكره واعطيه اغلى هدية وقول له الله يجزاك خير انت بحركة ما اخذت منك دقيقة غيرت اللي ما قدرت اغيره برجلي من 16 سنة.